السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة خديجة شانيل، قناتي وقناتكم وقناتكم الأحبة. اليوم كيف كتشوفوا معايا فيديو جديد. اليوم البنات غنخلط الحنة اللي كدار قبل انديغو، وقلت غادي نصور معكم الطريقه ديال التحضير ديالها بواحد الطريقه مختلفه عاوتاني، لاني وريتكم عده طرق. هاد الطريقه هذه حتى هي زوينه وكتعطي نتيجه للشعر، كتوقف تساقط وكتحارب الشيب. بالنسبه للطريقه ديال استعمال الانديغو راه كاينه في القناه، وغنخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو كامل مكمول على الطريقه ديال التحضير ديال الانديغو. بالنسبه للانديغو اللي غادي ندير هي هذه كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه لبزاف ديال البنات كيقولوا لي راه كناخذوها وما كتصدقش لينا البنات، راه كتاخذوا المزوره اولا كتاخذوا الكتم. كاين بعض الناس كيبيعوا الكتم على انه انديغو، والحقيقه ديالو انه الكتم. وبالنسبه للانديغو الكتم الطريقه ديال التحضير ديالهم كل واحد بشكل. بالنسبه للانديغو شوفوا معايا اللون ديالو كيفاش داير، الاخضر لامع وناعم، مطحون ناعم جدا. والحنه هو الفرق ما بينه وما بين الحنه، شفتوه. وبالنسبه للكتم كيكون اللون ديالو غامق على الانديغو. انا هو الانديغو اللي كنستعمل. كاين بزاف ديال الناس تواصلوا معايا وقالوا لي راه ما عطاناش نتيجه. راه كنأكد لكم انا ولا خديتو الاصلي غادي يعطيكم نتيجه، ونتيجه مرضيه جدا. بالنسبه للحنه غادي نرجعوا للحنه اللي غادي ندير، غادي نخلط معاها اعشاب ديال التساقط ديال الشعر. تمشيو عند اي عطار قولوا يعطيكم اعشاب مخلطه ديال تساقط الشعر. انا كناخذ كميه كثيره وكنخلطها مع الزيوت وكنخلطها مع الماء، اولا كنخلطها مع الحنه. وعندي هنايا اليازير كنكب عليه، كناخذ واحد 2 معالق كبار ديال اليازير، كنخوي عليه الماء طايب جدا وكنخليه حتى كيتطلق بحال اتاي ولا الشاي، وكنحطو في الثلاجه. شي كنخلط به الحنه، وشي كنشق به شعري، وشي كنخلطو مع الزيوت. كنخلط بهاد الحنه هذه، نخلطها جيدا، كنضيف عليه واحد شويه ديال الماء دافي وكنخلطو جيدا جيدا حتى كنحصلوا واحد الخليط اللي يكون شويه خفيف، ما يكون خفيف ما يكون ثقيل. بالنسبه للعجينه ديال الحنه تكون كيف قلت لكم ما تكون لا خفيفه ولا ثقيله. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال الحنه اللي قبل الانديغو راها كدار نصف ساعه حتى ساعه قبل الانديغو، وكتغسل بالماء بوحدو بوحدو بوحدو، يتشلل شعرك مزيان من هاد الحنه هذه. من بعدها من ينشف الشعر ديالك بواحد ساعه عاد تقدري تطبقي عليه الانديغو. كيف قلت لكم الطريقه ديال التحضير ديال الانديغو نخليها لكم في رابط ديال الفيديو ديالو في صندوق الوصف، اولا فوق في الفيديو هنايا غادي يطلع لكم وشاهدوه. خلطوا هاد الحنه جيدا، خاصها تكون مازال جاريه شويه على هكا، وكنخليوها من نصف ساعه حتى ساعه. وكتغسل كيف قلت لكم بالماء فقط، ما نستعملش من موراها الشامبان، لان الشامبان فيه واحد الماده ديال السيليكون كتدرق الزغبه كامله بديك الماده. ومن بعد ما تستعملي الانديغو من موراها باش يعطيك داك اللون الاسود الطبيعي ما كتصبغش لك البنات. اللي هذا هو الطريقه ديال التحضير ديال الحنه. نتمنى الفيديو ديالهم الى الاعجاب ديالكم. شكرا للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.